السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء سرور. تورته النهارده بتاعتنا على شكل فروزن. طبعا فروزن معتاد ليها اللي هي بيكون لونها لبني. احنا عاملينها النهارده بينك بطلب طبعا العميلة. استخدمت فيها مقاس 20. خبزت تورتتين. كل تورته اخدت 400 جرام سبونج. وهحشي التورته الاولانيه الجناش والكريمة الشوكولاتة والبندق. هعمل الطبقات النصين، بس هعملهم فوق بعض، مش هعملهم نصين يعني بالشكل المعتاد. تبقى اسهل في التقطيع واحلى كمان، واسهل طبعا في الشغل. هشتغل مع كريمة الفانيليا. هحط فيها صوص فراولة بيتي. بتجيب الفراولة وبتقطعيها وبتحطي عليها سكر كأنك بتعملي يعني مربى، ولكن بتقللي نسبة السكر وبتحطي معلقتين جيلي فراولة، تسيبيهم يقعدوا شوية وبتستعمليهم، بيبقوا حلو جدا 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 وموفر طبعا. استخدمت فيها هنا، احنا هنعملها 5 طبقات، يعني كل طبقة ارتفاعها 2 سنتي، يعني في حدود من 10 ل12 سنتي كده ايه الكيكة. هعمل بس الطبقة اغطي بيها الكيك واساوي بيها سطح الكيك واي فراغات فيها، علشان احط بقى الايه التغليف الاخير. الخطوة دي مهمة جدا يعني مهمة، وتسقعيها بعديها بشوية وبعدين تشتغلي التغليف الأخير. التغليف الأخير بيكون الكريمة بتاعته يعني سايبة شوية، يعني طرية شوية كده، بيضربيها شوية بالسباتيولا. أنا هنا عاملة ربع كيلو كريم جانتيه خام بدون سكر، عليهم 100 جرام سكر، عليهم من 550 ل600 جرام مية متلجة. تمام. حسب طبعا نوع الكريمة. أنا بستخدم ريتش المتحدة او دريم او جولدن باك، هتبقى كلهم نفس الطريقة. هنا طبعا انا هسيبها في التلاجة تجمد شوية، وبعدين هستخدم معاها المية السخنة عشان اسوي الاطراف. هعمل هنا بقى الفستان بتاع فروزن. هجيب عجينة السكر وهستخدم فيها SMS علشان العجينة تنشف معايا. هفردها على النشا، ولازم طبعا يكون السطح نضيف جدا، وتفرديها يعني رفيعة قوي 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 على قد ما تقدري. انا هنا بقى هستخدم الشكل دي، فانا هحطها هنا عشان انا عايزة اكشكش الفستان على قد ما شكل الفروزن ده. تمام. زي ما انتوا شايفين بحاول اكشكشه، وهسيبه ينشف على الكشكشة بتاعته دي. يعني تعمليها قبليها بيوم يكون افضل طبعا. انا بحاول دي مثلا هعمل دورين في الفستان ولا هعمل جنبين، فانا قلت ان انا هعمل جنبين. مهم قوي بس ان انا اقول لكم ان انا بدهن ظهر عجينة السكر بالشوكولاتة البيضة. ده لازم واساسي عشان ما تحطهاش كده على الكريمة. ده لازم 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 تدهنيها ظهرها بالشوكولاتة البيضة. تمام. طبعا قطعت التلج بتاعت فروزن مشهورة ومعروفة، وان شاء الله يكون موجودة عند اي حد بيشتغل في الكيك يعني، او عند خامات الحلواني معروفة قوي. ودي بتكون باسهل ديكور طبعا، ان انت بتعملي اللي هي شكل التلج ده بالاحجام بتاعته المختلفة، وتستخدمي كمان اللولي يعني حسب الذوق، او حسب بقى اللي هي ايه مطلوب منك. ولكن ده الشكل المعتاد في فروزن يعني. فستان مع قطاعة التلج بيعملوا شكل حلو قوي قوي قوي. وطبعا الاسم ورقم العيد الميلاد، يعني رقم كام، بتبقى حلوة قوي. انا هنا بقى قلت اعمل زي ايه بسيط كده على الجناب، علشان احط كمان لون الفوشيا، بحيث ان انا ادمج او اعمل زي ايه شكل احلى يعني كده. ممكن تنقطيها بالكريمة برضو. ها، خدوا بالكم ان انا بشتغل على بورد، وبعدين بثبت التورته على بورد وبثبته بالدبل فيس، محدش يثبتها. لازم التورته التقيله دي بتكون محطوطه على بورد تخين علشان ما تملش منكم، ويكون البورد قد العلبه. ويكون يعني تدي مساحه للعميل ان هو يمسكها كده وميبقاش يعني مقلق منها يعني. تمام. انا هنا ما بحطش اي دعامات، هي مش محتاجه. هي طولها في حدود 12 سنتي، اخدت 5 طبقات، والحشو بتاعها كان مناسب قوي. اشوفكم.
على خير، والسلام عليكم.